السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. بزاف ديال الناس كيسولوني في كومونتير في الفيديو اللي درت الاخر اللي شرحت فيه طريقه التسجيل في اللوائح الانتخابيه اللي لقى واحد النجاح كبير. تفرجوا فيه ازيد من 23 الف مغربي، وهذا كان هو الهدف من الفيديو، ان الفيديو يشوفوا مجموعه من الناس ويتسجلوا في اللوائح الانتخابيه باش تكون عندهم فرصه انهم يصوتوا. حيت التصويت في الانتخابات راه حق دستوري لاي مغربي. حيت لما صوتيش والحكومه خدات المنصب وما قامتش بالواجب، ديك الساعه ما كاين لاش تشكى، حيت انت اصلا ما صوتيش. لذلك راه خاصك تصوت. وباش تصوت راه شرحت الفيديو اللي فات، الا دخلتوا القناه وتفرجت في الفيديو اللي فات راه شرحت فيه طريقه التسجيل في اللوائح الانتخابيه. هذه غير المرحله الاولى. المرحله ديال التصويت على الاحزاب السياسيه راه مازال ما بداتش. الفتره الاولى ديال التسجيل راه كانت في شهر 12، كانت في شهر 12 2025 سالت نهار 31، وراه درت فيديو داك الشهر بزاف ديال الناس تسجلوا. لكن مجموعه من الناس تسجلوا ولكن باقي ما عرفوش واش هذاك التسجيل ديالهم واش تاكد وصادقوا عليه ولا ما صادقوش عليه. هذه هي الفكره من الفيديو، وهذا الشيء اللي غنشرح لكم في هذا الفيديو. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلوش كتجي الموقع list-electoral.ma. كيف ما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال الموقع. غتدخل لجوجل غتكتب list-electoral.ma، غادي يفتح لك الموقع. انا غندير من بيسي وانت تقدر دير من التليفون، راه بحال بحال. كتجي كتختار الخانه الاولى ديال الخدمات الالكترونيه، فيها ثلاث روابط. الرابط الاول كيديك لطلب قيد جديد، طلب نقل القيد، زعما تبدل المكان، وهنا كتاكد من التسجيل ديالك باللي راه صادقوا عليه. بالنسبه للقيد الجديد وخا سال التسجيل في نهار 31 في 2 جانفي 2025، الا جيتي وكليكيتي على طلب قيد جديد شنو غادي كتبوا لك؟ ان اجل تقديم طلبات التسجيل برسم المرحله الحاليه قد انتهى. هذه المرحله هي اللي كانت في شهر 12 وسيتم فتحه من جديد خلال الفتره الاستدراكيه المواليه لاشغال اللجان الاداريه، وذلك ما بين 18 و 24 يناير الجاري. اليوم 15 في الشهر كنصور لكم هذا الفيديو، قالوا اليوم نهار 18. المهم ما بين نهار 18 ونهار 24 دخل الموقع وتسجل. هذه الفتره استثنائيه باش تسجل فيها. هذا هذا موضوع اخر. وبالنسبه لطريقه التسجيل راه كاينه في القناه. حنا اللي كيهمنا من هذا الفيديو هو نتاكدوا من التسجيل في اللوائح الانتخابيه واش متسجلين ولا لا. كتجي كتدخل هذه الخانه الثالثه، كتجي هنا كدير رقم البطاقه الوطنيه ديالك. مثلا عندك وكدير الارقام ديال البطاقه الوطنيه. انا مكاينلاش ندير لكم رقم البطاقه الوطنيه ديالي. ملي كدير رقم البطاقه الوطنيه ديالك الفوق كتجي هنا كدير تاريخ الازدياد. هنا كدير السنه، مثلا كمثال 2000. كدير هنا الشهر وهنا اليوم. بالنسبه للناس اللي كبار شويه في السن غالبا ما تكونش عندهم الشهر والنهار. غالبا ما تكونش عندهم. لاحظت مجموعه من الناس ما كيكونش عندهم الشهر والنهار، تكون عندهم غير السنه. هادو بالنسبه للناس الكبار. كتجي هنا وكدير لا اتوفر على يوم وشهر الازدياد، كتفعل هاد الخانه. هذه غير بالنسبه اللي ما عندهم الشهر والنهار. كتجي هنا وكدير السنه ديالك، مثلا 1960. وملي كدير السنه كتجي هنا وكدير تدخل هذا الرمز. الا ما بانش لك هذا الرمز راه عندك الحق تبدل. كيف ما كتشوفوا الرمز تغير مش بلا ما تعاود من الاول. اللي ما كنتش عارف الرمز من الاحسن تبدل الرمز. بالنسبه للناس اللي ما كيبانش عندك شي مزيان ولا شي حاجه كتجي هنا وكتبدل الرمز. غنكتبوا حنا هذا الرمز ا ار 3 بي. ملي غتدخل الرقم البطاقه الوطنيه والشهر والنهار والسنه وهذا الرمز ديال الكابتشا كدير ابحث. شنو طلع لينا هنا؟ لم يتم العثور على معلومات تتوافق ومعلومات البحث. المرجو أن تتقدم إلى اللجنة الإدارية بالجامعة أو المقاطعة الجماعية التي أنت مسجل في لائحتها الانتخابية للتأكد من المعلومات الخاصة بك. إذا طلعت لكم هذه الخانة، إلا طلعت لكم هذه الرسالة عرف بلي راك مسجلش. إلا كنتي مسجل في السيت أول سنة تسجلتي في السيت غتمشي للبلاصة اللي تابع ليها وغتقول لهم ها هو الوصل ديال التسجيل باش يأكدوا لك التسجيل ديالك. ولا كنتي درتي شي غلط في التسجيل راه كيترفض وكتطلع لك حتى هذه الرساله. حاول تاكد من المعلومات اللي تسجلتي بهم مزيان. والا كنتي مأكد بلي داير كلشي صحيح كتمشي للمقاطعه ولا الاداره الجماعيه اللي تابع ليها كتوري من داك الوصل اللي عطاوه لك في سجلتي صافي هما كيأكدوا لك التسجيل ديالك. اما الا كنتي شاك بلي راك داير شي غلط من الاحسن تعاود تسجيل. نهار 18 دخل السيت عاود التسجيل ديالك
ومني غتسالي من التسجيل كتدخل للتليفون وتمشي للاس ام اس، كتصيفط رقم البطاقه الوطني ديالك، الرقم 2727، كتصيفط ليه رقم البطاقه الوطني ديالك. غالبا 5 دقائق كاع كيجاوبوك كيقول لك واش راك متسجل ولا لا. ارسال رقم بطاقتكم الوطنيه للتشعريف عبر رساله قصيره مجانيه الى الرقم 2727. هذا الرقم 2727 غتصيفط ليه رساله مجانيه كتكتب ليه رقم ديال لاكارت ديالك، اوتوماتيكمون غادي يجاوبوك باللي راك مسجل ولا لا. اما الا كنتي مسجل والتسجيل ديالك تقبل، غتطلع لك هذه الواجهه من تكتب المعلومات ديال رقم البطاقه الوطنيه وتاريخ الازدياد، غتطلع لك هذه الواجهه هذه فيها رقم الترتيب ديالك، العماله والجماعه، اسم مكتب التصويت وعنوان مكتب التصويت. كيطلعوا لك هاد المعلومات هادو. ما طلعش لك هادشي، يا اما كتعاود تسجيل من الاول، يا اما كتمشي للجهه اللي تابع ليها وكتاكد التسجيل ديالك تما. وبالنسبه لنهار 18 راه غادي نعاود فيديو جديد بالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلوش. وحتى لهنا الفيديو غادي يكون سالق، ما تنساوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع شي واحد مازال ما مسجلش في لوائح انتخابيه.